تفتكر أسوأ هزيمة ممكن تتعرض لها دولة إنها تخسر حرب، ولا إنها تخسر الحقيقة وتعيش على كذبة ضخمة؟ تخيل إنك تصحى الصبح وتسمع في الراديو إن بلدك اخترعت صاروخ يقدر يمسح عدوها من الخريطة، وتصدق وتفرح وترفع راسك قدام الدنيا، وبعدين تكتشف بعد سنين إن الصاروخ ده كان مجرد وهم. في ستينات القرن الماضي أثناء حكم جمال عبد الناصر ظهر مشروع ضخم اسمه صواريخ القاهر والظافر. الإعلام اشتغل بأقصى طاقته، الإذاعة، الجرايد، الخطب الجماهيرية كلها كانت بتكرر نفس الرسالة: عندنا سلاح استراتيجي هيكسر إسرائيل. عبد الناصر بنفسه قال مدى صاروخ القاهر 600 كيلو متر والظافر 350 كيلو متر، يعني ببساطة تل أبيب تحت مرمى النيران. والشعب صدق وحلم واطمأن وافتكر ان النصر مسألة وقت. الصواريخ اتعرضت في العروض العسكرية قدام الناس، نسخ ضخمة اتحطت في ميادين القاهرة والمحافظات، والناس كانت بتتصور قدامها وتهتف وتقول خلاص إسرائيل انتهت. كانت لحظة نشوة وطنية ضخمة، لكن تحت النشوة دي كان في سر تقيل مدفون جوه المخازن. وبعدين جه عام 1967 وجت النكسة والبلد كلها انهارت معنويا، وساعتها بدأ السؤال المرعب: فين الصواريخ؟ ليه ما استخدمناش القاهر؟ ليه ما ضربناش تل أبيب؟ والإجابة ولا كلمة، صمت رسمي، صمت تقيل وصمت مخيف. سنين عدت لحد ما الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر قرر يفتح الملف اللي اتقفل بالقوة. في مذكراته قال إنه لما استلم منصبه محدش جه يشرح له قصة القاهر والظافر، ولا حد كان عايز يفتح الموضوع أصلا. فلما بدأ يدور بنفسه اكتشف الحقيقة الكاملة، حقيقة كانت أشبه بفضيحة وطنية. المشروع كان اتشطب تماما، العلماء والمهندسين اتوزعوا على وظائف مدنية، والصواريخ نفسها مرمية في المخازن بلا قيمة. ولما حضر تجربة اطلاق صاروخ القاهر بنفسه كانت الصدمة. بيقول ان الصاروخ تقيل جدا وضخم جدا وبطيء جدا، والعربة اللي شايلاه ما بتمشيش اكتر من 8-10 كيلو متر في الساعة. لا توجيه حقيقي، لا دقة، لا نظام استهداف. اقصى مدى فعلي ليه 8 كيلو متر بس، مش 600 ومش 350، 8 كيلو متر، يعني اقرب لسلاح من العصور الوسطى، مش صاروخ استراتيجي حديث. وفي تجربة واحدة اطلقوا 4 قذائف على نفس الهدف وبنفس الزاوية وبنفس الاتجاه. الخطأ وصل الى 800 متر، يعني لو السلاح ده استخدم في حرب حقيقية كان ممكن نقصف نفسنا بدل ما نقصف العدو. والصدمة الأكبر إن إسرائيل كانت عارفة الحقيقة من زمان. المخابرات الإسرائيلية كانت فاهمة إن الصواريخ دي مش خطر حقيقي، لكن الطرف الوحيد اللي ما كانش عارف هو الشعب المصري، الشعب اللي اتغذى على الدعاية، اللي صدق الخطب، اللي رفع راسه على وهم، واللي دفع تمن كذبة اتصرف عليها ملايين الجنيهات في وقت كانت البلد محتاجة كل قرش. القاهر والظافر ما كانوش مجرد مشروع فاشل، كانوا رمز الكذبة كبرى، رمز الدولة فضلت تبيع حلم بدل ما تواجه الحقيقة. النهاردة والعالم مفتوح، لازم يبقى عقلك كمان مفتوح، لازم تفكر في كل كلمة وكل حاجة بتقراها وبتتعرض قدامك، وتعرف إذا كانت دي حقيقة ولا فنكوش.